مساء الخير واهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج الحكايه. بفهم في حياتي ان اي خساره ليها معنى، اي خساره بيبقى ليها سبب، اي خساره بيبقى ليها حد قوي فتخسر منه، حد يعني له سبب معين فيضيع لك حلمك. انما انا اقعد عمري كله وانا داخل على 56 منهم 50 سنه بشجع فرقه بتضيع لاسباب غير مفهومه. انعي اليكم اليوم ضياع الدوري من نادي الزمالك بعد انتهاء المباراة أمام الجونة ورفاق كابتن أحمد ياسر ريان بالتعادل وضياع الدوري بلا سبب واضح. النهارده كل الجرايد بقى كاتبه ايه؟ العودة بقى للدوري والمنافسة بين الأهلي والزمالك ومعسكر مغلق للزمالك استعدادا للجونة. وبعدين ايه؟ قال لك جون عالمي لطارق حامد، يا عيني يا طارق يا حامد. وبعدين ضاع، راح. ما بقدرش افهم يعني لو الزمالك مثلا يخسر الدوري في مباراته زي ما ليفربول كده خسر بنقطة قدام مانشستر سيتي، مش عارف حصل ايه، الاهلي جرى ايه، الاسماعيلي بهدل ايه. انما بقالي 50 سنة بخسر الدوري لاسباب غير مفهومة، ودائما وابدا تكون متقدما بالنقاط وبالمدرب وباللعب وبالهندسة وباللعيبة، وبعدين فجأة يحدث شيء غير مفهوم. يبدو انها مش مصروفه لنا، يعني يبدو انه هذا شيء غير يعني الزمالك حظه مش كده، يعني المفروض ما يحصلش. وبعدين هقول الجملة اللي بقولها بقالي 50 سنة: طب السنة دي ما نفعش. طب ده انا السنة دي قلت ايه؟ كان ليا تصريحات يقول لك ايه؟ تصريح ناري لعمرو اديب: لا يمكن الزمالك السنه دي يخسر ده انا جبت واحده بتاعه كوتشينا واحنا متقدمين 10 نقط قالت لي الزمالك هيخسر الدوري. قلت لها لا. ماتش الاهلي والترجي النهائي يا جدعان بقى خلاص بقى ستحسم ان شاء الله في القاهره ان شاء الله باذن الله. اهلاويه ولا انتوا شايفين ايه؟ شايفين إيه؟ ممكن تكون مش اهلاويه؟ هي ممكن طبعا، وارد اي حاجه في الدنيا، ولكن لا ان شاء الله باذن الله نتمناها من الله تكون اهلاويه، لان بكل امانه وبكل صدق يعني الاهلاويه غلابه. لا بجد بجد غلابه، وغلابه قوي كمان. نفسنا في ال 12 صعبه دي، نفسنا في ال 12 البطوله ال 12 نفسنا فيها يا رب. يعني مش طالبين اكتر من كده، يعني البطوله ال 12 وتبقى اتعشت على كده. طب والسوبر يا احمد؟ لا هنتكلم فيه بعدين، نخلص بس البطوله دي يا باشا وبعد كده نشوف بقى السوبر، نشوف هنتكلم في الحاجات دي بعدين مش وقتها. احنا دلوقتي في ايه؟ في دوري ابطال افريقيا، يبقى خلينا في دوري ابطال افريقيا، خلينا نتكلم في دوري ابطال افريقيا بس. بعد دوري ابطال افريقيا نشوف بقى نتكلم في ايه تاني. فاحنا طمعانين في ال 12 ان شاء الله تكون بتاعتنا. نتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله. يوم السبت نتنطط كلنا كاهلاويه ونحتفل بالبطوله.